تشاهدون في رمضان العديد من المسلسلات اليمنية، ولكن قبل البدء أتمنى منكم الاشتراك في القناة. هناك أكثر من 92% على قناتي على يوتيوب غير مشتركون في القناة، فلذلك أتمنى منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. في الفيديو السابق تحدثنا عن مسلسل الغراب، مسلسل الأكشن والدراما اليمنية. إذا لم تشاهد هذا الفيديو فسأضع لك رابط هذا الفيديو في الوصف وفي أول تعليق. أما في هذا الفيديو سنتحدث عن المسلسل البديل لمسلسل ربيع البخاء الذي عرض السنة الماضية على قناة الصاهدة. المسلسل البديل هذا العام لمسلسل ربيع البخاء هو مسلسل العالية، مسلسل الدراما والكوميديا. مسلسل العالية الذي سيعرض هذا العام في رمضان سيكون من بطولة الفنان عامر البوصي الذي اشتهر بشخصية الفندم بيرم من مسلسل همي هم. أنت ايش تهمته؟ معاكسة. أنا في الوسيم حق القرية. ما قصرت نفسك بالمراية. تمري وانت تشتي مع السلامة. تعال أنت. وانت ايش تهمته؟ أنا تهمتي قاتل. طبعا مش تقدر تخرجنا من هنا لأن أنا قتلت، واعترفت أمام النيابة أن أنا قتلت. وأيضا من بطولة الفنانة أشواق علي التي اشتهرت مؤخرا بمسلسل ربيع البخاء. ايش علي يطلقها وانا ازوجها مرة كاملة مكملة احسن منها. ما هو عيطلقش انتي، اما انا عددي لها الولد تاني داني لو انتي حالي مداني. وبمشاركة اليوتيوبرز فواز التاكلي، وأيضا من بطولة الفنانة منى الأصبحي وآخرون من نجوم الدراما اليمنية ونجوم المسلسل السابق مسلسل ربيع البخاء. مسلسل العالية من إنتاج شركة الجند، وسيعرض هذا العام على قناة يمن شباب، كما هو أيضا من إخراج المخرج وليد العلفي، مخرج مسلسل الدلال ومسلسل هفة، وأيضا مسلسل ربيع البخاء، وأيضا مسلسل غربة البن. دعونا الآن نشاهد منشورات تؤكد صحة هذا الكلام نشرت على منصة فيسبوك من قبل الممثلين والمخرج. صور من خلف الكواليس لمسلسل العالية. اخوان ما بدنا غير السلام المرورية. يا دامت السلام عليكم. وفي الأخير أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك